السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض لحمه كده بصوص البصل. معانا كيلو لحمه مقطعينه مكعبات بعد ما غسلناه وصفناه حلو، ومعانا بصل شرايح، ومعانا فلفل شرايح، ومعانا معلقتين صلصه، ومعانا ملح وفلفل وكمون وكزبره وتوابل لحمه، ومعانا 3 قطيات مقطعينهم شرايح، مقطعين الخضار كله شرايح، ومعانا حله كده على النار هنسخنها وننزل عليها باللحمه نديها صدمه. وهنسيب اللحمه لحد ما تتشوح خالص كده. بعد ما اتشوحت اللحمه وشربت الميه بتاعتها هننزل عليها بالبصل، بعد كده هننزل عليها بالقوطه الشرايح، هننزل عليها بالشطه اللي مقطعينها حلقات، ويبقى مستحب لو في فلفل الوان بس انا بصراحه ما كانش عندي. وننزل بقى بكل التوابل كده ما عدا الملح، هنسيب الملح للاخر عشان اللحمه تستوي معانا، مش هننزل بالملح الا لما اللحمه تستوي. بعد كده هننزل بمعلقتين الصلصه، وهنقلبها بقى ونغطي عليها كده ونسيبها تستوي مع بعضها. بمجرد ما بتغلي هنوطي عليها خالص، هنهدي عليها النار وهنسيبها حوالي ساعة. وده كده بقى شكل اللحمة يا حبايبي بعد ما استوت. بصوا بقى شكل البصل كده جميل جدا جدا، والطعم جميل، والتوابل اللحمة دي بتديها طعم حلو قوي، بتلاقيها موجودة عند اي عطار اللي عايزة توابل لحمة. ده كده بقى يا حبايبي شكلها النهائي بعد ما استوت. بصوا الصوص بتاعها عامل ازاي، جميل جدا جدا. وعملنا معاه بقى طبق رز ابيض، بعد كده بحب قلبي اعمل طبق سلطه خضراء، بس طبعا معلش انا مصورتوش. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، لو عجبكم متبخلوش عليا بالاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايبي.